ما في نعم استطاع عصري هذا مال قنداوي هذا متجرع ايه شلون تصوري توصفي لي باش تقول انا ايش بدي اسوي بيها انا ما يلزم شلون بمناظر شويه لا ما اريد المنتزه هذا يعني المرأة بشكل عام بزرقان، يعني إن كانت موظفة بالمؤسسات الإدارة الذاتية أو كان بطبيعة عملها الخارجي، يعني في كتير نساء غير موظفات طبعا في عندهم عمل بالزراعة، يعني بالوقت هذا بالذات يعني بعد العصر هذا الوقت بالذات يعني هالمنتزه هذا هو مساحة للمرأة بصراحة لتفرغ طاقة العمل اللي أدتها بهالنهار هذا، وهو مكان استراحة يعني بهالطبيعة الحلوة هاي بهالخضار، في شغلات يعني غريبة شفناها بصراحة بالمنتزه، يعني في أشياء مصنوعة من الشجر، في أشياء تراثية يعني مثل الأشياء التراثية القديمة بصراحة، يعني وقت اللي نشوف هيك مناظر يعني لسه كمان مع الطبيعة ومع الخضار يعني نحس بأريحية كبيرة، يعني عم نستذكر الماضي وعم نستذكر التراث وعم نرجع لوقتنا الحاضر هذا، يعني عم نحس بصراحة أشياء جميلة، عم نحس هيك في شيء عم يتحرك جواتنا، إنه الضغوطات اللي مرينا فيها من 6 سنين ونحن جايين لهالوقت هذا بصراحة، يعني مثل مدينة زرقان يعني القصف اللي صار فيها والأحداث اللي صارت فيها، يعني كان قبل الأحداث هي كمان كنا، لأنه هالمنتزه هذا عمره بحدود ال6 سنين يعني 9 سنوات، من 6 سنين ل9 سنوات هيك بالأحداث صار شوي يعني وقف شوي، يعني صارت الحركة خفيفة، بس هلأ الحمد لله يعني بالعكس وقت هيك رجعنا وشفنا هيك هالطبيعة وشفنا الأشياء من التراث القديم، ويعني بصراحة النساء بشكل عام مدينة زرقان يعني هون وقت اللي عم نيجي لهون بصراحة كتير عم نرتاح. في فرق كبير كمان يعني بالوقت هذا بالذات اللي نحن طبعا جميع النساء يعني بسوريا بشكل عام يعني بحاجة لنطالع الضغوط اللي مرينا فيها بهالسنوات هديك، يعني هلا اذا بدنا نطلع مثلا يعني في فرق، هلا اذا مرأة بالداخل مثلا اذا بدها تطلع على مثلا منتزه او بدها تطلع على مكان عام مثلا في طبيعة في هواء في شيء غير طبعا، يعني بدها تكون انه متغطاية وبدها تكون متحشمة، وهي ما راح تحس بالفرق، يعني ما راح تحس بالفرق بين ما كانت بالبيت وطلعتها، يعني ما راح تستفاد شيء. هذا هو الفرق عندنا بصراحة هون، يعني ما بعرف شو بدي احكي لك، يعني الطبيعة والخضار بشكل عام يعني هو لتغيير نفسية الإنسان، إن كان مرأة إن كان طفل إن كان رجل، يعني الطبيعة بشكل عام هي رياحة نفسية، وسماع الموسيقى كمان مع هالطبيعة ومع هالجو الحلو أكيد إن شاء الله وإن شاء الله تدوم علينا هيك يا رب بالأمن والأمان. بس كنا عم نسمع موسيقى قبل ما كنا نصحى ننام ونصحى على صوت القصف، صوت القذائف، صوت المدافع، طبعا هلأ بدنا نسمع الموسيقى يعني أكيد شيء غير. من دادا عبدال، بس صار انه هنيك ضرب فيها وتهجرنا اجينا هون على ابو راسين يعني، وهي صار لنا 6 سنين نحن هون،
واول لا اجيت هون على ابو راسين بصراحه ما كان في ضرب انه هون كان فيها. بعدها ب3 شهور 4 شهور صار ضرب فيها. وعالم صارت تتهجر وتروح تطلع من هالاوضاع وهالضرب اللي كان فيها. شيء انه تتهجر تروح، يعني شيء انه ترجع، وشيء يعني فتنا باوضاع يعني بصراحه. بس الحمد لله يعني انه هلا مشي حالها، والاوضاع الحمد لله ماشي حالها وصارت الامور كويسه. بصراحه من زمان انه انا مو جاي لهون، انه بيت ودوام، وبسبب هالاوضاع يعني ما كنا نتجمع يعني بصراحه. بس هلا يعني انه صار الجو حلو والاوضاع حلوه يعني، ورجعنا تجمعنا كلاتنا من اول جديد. عدنا ايام زمان الحلوه، هذا مكاننا نحن. ولإيش هو العيب؟ يعني ما في شيء عيب، انه بالعكس نحن مو مساويين شيء عيب. نحن إلنا الحريه، ونحن كنساء بدنا نطلع وبدنا نفوت. بيت هو مو حبس ولا انضباط عسكري هو يكون علينا. بالعكس نحن نساء إلنا حريه، إلنا طلعه، إلنا فوته، عنا دوام، عنا اولاد، يعني نتجمع نحن والجيران، نطلع نفوت نروح نجي. وهيك جمعات بمنتزه، بطلعات مثلا كافيتيريا، شغلات بالعكس حلوه كثير. انا اتمنى لكل وحده انه تكون هيك هي. يعني ليش يعني انه بس الرجال؟ يعني بالعكس النساء هن درجه اولى، يعني بلا نساء ما في مجتمع. اسعار افضل من هيك شعبيه ما في.